حراس عبد الخالق بن حمد مواليد تطوان، مدير الشركه وشريك مع السي تعرجي خليل هو الشريك ديالي. حنا عندنا مقدار بحال في الشركه، وبدينا في 2003 بواحد المجهود ومشينا بعيد تبارك الله، اسسنا شركه اخرين وحتى طحنا في هذا الفخ هذا في هذا. ليش الشركه؟ الشركه ديال بيع السيارات الجديده، كانوا حتى وصلنا 6 الماركات عندنا في تطوان. تعرضتوا لواحد العمليه اللي سميتوها عمليه النصب، اللي تختلست لكم واحد المجموعه المبالغ كبيره. نعم. تاكدتوا ان الشركه المغربيه للابناك هي يعني في الوكاله ديال محمد الخامس والوكاله ديال المنظري هما اللي متورطين في هذه العمليه. كيفاش اكتشفتوا هذا الشيء؟ هضرنا بالضبط غير على البنك. نعم. حنا من نهار فاش بدينا مع الشركه العامه للابناك، وكنا كنعملوا مقادير جد مهمه، وهما نيت المديرين كيقولوا لنا حنا من احسن الناس، لا من الجديه ولا من المعقول ولا من العداد وكنا محترمين معهم. في 2012 بدات هذه الاختلاسات. حنا ما فطنيش بها. علاش ما فطناش؟ ما عرفناش، لان الشيكات كيمشيو للشركه محمد الخامس، وكاله محمد الخامس اللي حنا ما عندناش فيها الحساب، كيمشيو كيتنزلوا الشيك باري نون اندوساب، معناه مسطر غير قابل للتطهير، كينزلوا كيجي التوصيل للشركه، وحنا كنجوزوا التوصيل في الحسابات ديالنا بحال حاجه عاديه. هذه واحد الحاجه اللي من المستحيل واحد العقل يقول بان هذاك الشيك ما غايقولش في الحساب. غير كتشوف الشيك باري نون اندوساب في دماغك كيقول هذاك كاز لك في حسابك. ما بقاش تما في وسط البنكه في محمد الخامس كيتحول في واحد الحساب اخر ماشي ديالنا، حساب واحد المسؤوله كانت عندنا هنا في المبيعات. هذا التواطؤ المباشر مع البنك. انما الغريب في الامر واللي هو البنكه بان التورط ديالها، التواطؤ والتورط ديالها، هو هاد مجموعه الشيكات وصلت 170. وهاد الشيكات كانوا كيتعالجوا كيتريطاو في وكاله المنظري، ماشي تما في محمد الخامس. ما معناه؟ كيتجمعوا كيمشيو بواحد الارساليه اللي كيمديوها على الاقل جوج الناس او فاكثر، اللي كيصيفطوها وكاله سيد المنظري وكيستقبلوها جوج او اكثر في وكاله المنظري، وتما كيتريطاو التشيكات وكيمشيو كيجوزوا في الحساب، كيمشيو للدار البيضاء وتما كيمشيو. تما باش حنا من المستحيل واخا يكون عقلك كما كان ما يمكن لكش تعرف. عاد حنا بانيين الثقه ديالنا، وبانيين ماشي الثقه العمياء، انما الثقه اللي هي مبنيه على مسطره كانت عندنا داخليه في الشركه، اللي من المستحيل يوقع السرقه لولا هذا المشكل. هذا البنكه مستحيل ان عندنا مسطره ديالنا نوريوها لكم ونشرحوها لكم وغادي تشوفوها باين، من المستحيل يوقع السرقه المحاسبه وداك الشيء. في شهر 6 2015 تقدمت اول شكايات الاختلاسات في الوكاله محمد الخامس الشركه العامه للابناك، ياك؟ نتوما من بعد داكشي في شهر 8 عاود تقدمتوا بشكايه بالاختلاسات اللي وقعت في الرصيد المالي ديالكم، ولكن كما قلتي قبيل في المداخله ديالك الشركات ستروا على هذه الجرائم هذه اللي كانت كتوقع داخل هذه الوكاله محمد الخامس ووكاله المنظري. مشيتم بنك المغرب، شكيتم بنك المغرب، شنو كان رد الفعل المفتشين تما ولا الناس اللي استخدموا بنك المغرب؟ في الاول شكينا. المشكل ظهر بعد نرجعوا لشهر 6. المشكل ظهر في شهر 6 ماشي ديالنا، عمليه اختلاس والتزوير وتلاعبات غير قانونيه. هذا الشيء التصريحات ديال الممثل القانوني للبنك ديال البنكه اللي كيجي من الدار البيضاء، تلاعبات واختلاسات وتزوير مضاءات. في شهر 6 بانت، جاو عملوا تفتيش والتدقيق المعمق في البنكه وبانوا تلاعبات اخرى كبيره. شبروا عيطوا الموظفه بالبنك، طلبوا منا الاعتراف خطي وطلبوا منا استقاله وشدوا الملف وحفظوه شدوا صافي. حنا ما فرسناش حتى الشهر 8 13 شهر 8 ردينا البال واحد 3 الشيكات. مشينا عند المدير ديالنا المنظري، لان محمد الخامس ما كنعرفوهاش. مشينا عند المدير ديالنا المنظري قلنا له ودي واحد 3 الشيكات ما كيزيدش عندنا، خير شفنا فين هادو دايزين. قلنا وخليوني ما نقدرش نشوفهم دابا حتى نهار الاثنين وجيبوا واحد الشكايه. انا كان في يوم الله الخميس، الجمعه 14 عطله، السبت الحد الاثنين صبحنا بشكايه. وعندنا في الشكايه
قبل منا عاد خلنا هاد الشيكات هادو دازو حساب فلانه. كيفاش انت نهار 13 واللي عاد عرفناه من بعد بان اللوجيسيال السيستيم بونكير في لي زورديناتور في الحين كيعرف فين مشى الشيك بالنمره الشيك او الفيرسمون هذا كيعرف. ما قالناش المدير البنكه خالد الحكيمي هو وعثمان مرزوق المدير الثاني ديالو ما علموناش وما قالوها لناش. تما البنكه علموا هما بداك من 13 ل 17 علموا الدار البيضاء المؤسسه الرئيسيه علموها. جات الدار البيضاء جابوا الشكايه نهار 17/8 النيابه العامه عاد عيطوا هذوك على القضيه شهر 6 عاد جابوهم باش دخلوهم الحبس وتحكموا داك الشيء فهمتي. وفي الاستئناف زادوهم هذيك الموظفه زادوها 7 شهور وهذيك اللي كانت معنا زادوها 3 شهور فهمتي على التزوير عدد كبير ديال 16 عمليه تزوير اللي فيها 1,371,000 درهم. الشيك 600,000 درهم والشيك 300,000 درهم وما اللي خافي الله اعلم منهم يمكن ديالنا اكيد. وشدوا هذا الملف حنا البنكه الشكايه ديالنا نزلناها في سوسيتي جينيرال هي البنكه الوحيده اللي عندنا والوكاله اللي عندنا هي في سيدي المنظري. فاش عملنا الشكايه راسلناهم 10 الرسائل اللي فيها المبالغ اللي وصلت شي 9 مليون الدرهم ما يناهزش 9 مليون. ما جاوبونا ولو بحرف واحد. واش المؤسسه محترمه كما كنوعها صيفط لها رساله كما كنوعها خصها تجاوب. الشيء اللي تعلمنا حنا في الخدمه ديالنا اي مؤسسه اداريه خصها تعلم. ما جاوبوناش بل حين ما جاوبوناش مشينا كنتشكاو عند مدير بنك المغرب هنا في تطوان. قلنا جيبوا لي ملف هذا في الشهر 29 شهر 9 مشينا عنده اسبوع مورا الرساله الاخيره اللي صيفطنا الوكاله. مشينا عنده عطينا الملف صيفطوا للدار البيضاء واحد الاداره اللي تابعه النزاعات وداك الشيء. هذيك الاداره غريب اللي وقع تما وعندنا الرساله هنا في بنك المغرب غريب. مشات اتصلت بالجوع اللي جاوبتنا بنهار 24 شهر 11 معناه شهرين من بعد. مشات سوسيتي جينيرال سيرفيس جوريديك قالت لهم راه كاين واحد الشكايه. جاوا ما قالوا لا وهذا هو الطمه الكبرى. قالوا لا حنا عندنا واحد الشكايه بدوك الناس هما اللي خططوا هذه الخطه وباش يسرقوا البنكه. عاد جات سوسيتي جينيرال قدمت شكايه بينا حنا المتضرر مشينا رسلنا مشينا كلشي وقدمت بينا شكايه. والثقل ديال سوسيتي جينيرال ماشي هو ديال الهراس والتعرج حنا غير بعوضه بالنسبه للفيل ياك. نصح وبنك المغرب الموظفين ديالها ما كانعنيش انا السيد الوالي كان يعني الموظفين ديالها المسؤولين نصحوها تقيد شكايه بينا. قدمت شكايه بينا 29 شهر 10 باش هو يجاوبنا في 24 شهر 11 بان هما عاملين بكم شكايه. يعني الشكايه تنزلت من بعد ما تشكيتوا نتوما من بنك المغرب. تماما. وهنا كيبان التواطؤ ديال كلشي. انا اللي بغى يديني للحبس انا موجود. اكثر من اللي مشى لي ما غيمشي ليش. مشى لي رزقي 44 سنه الخدمه والاستقامه ديالي معروفه في المغرب كله ماشي في تطوان معروفه في المغرب كله. شكون انا؟ الاستقامه والاخلاق البيع والشراء والخدمه والعمل الحياه ديالي كامله كنخدم باش يجيو هما الشركه العامه ولا شكون ما كان يقول لي شي هذا. فانا كنادي الحق كنادي القضاء والعداله ديال تطوان باش يشوفوا الحق د هاد الناس لان حنا ماشي غير حقنا مشى حق الموظفين ديالنا المستخدمين ديالنا. راه كاين واحد العدد كبير ديال العائلات اللي هما كيتشردوا وغادي يتشردوا والبنكه لا مبالاه. هذه مصيبه كبيره عندنا في البلاد. كنظن انا اكبر عمليه نصب واحتيال اللي جات في تطوان على ما كان حنا كما راسلنا عدد الرسالات وكنطلبوا حقنا لا في بنك المغرب ولا في سوسيتي جينيرال. كنقولوا ها المشاكل اللي عندنا راه كاين واحد مجموعه العائلات اللي غيمشيو لباب الزنقه حتى شي ايكو حتى شي صدى. دابا حنا كنطلبوا القضاء كنطلبوا السيد والي بنك المغرب لان راسلنا 4 الرسائل
ياخذ في عين الاعتبار هذا المشكل هذا، باش حنا عاود نرجعوا نحيوا الشركه ديالنا ونوضوا نخدموا باش داك الناس. حنا 40 موظف، حنا ما يدعناش حقنا، لان ما عملناش باش يدعنا حقنا. الضرائب ديالنا كتخلص، كلشي ديالنا كيتخلص، قاع التلاعبات. حنا كيخصنا القضاء المغربي والعداله المغربيه تاخذ القضيه بعين الاعتبار، والسيد والي بنك المغرب والبنك ياخذوا هذه القضيه بعين الاعتبار باش عاود نحيوا الشركه ديالنا. واخا انا فات لي التقاعد هذاك بالحق، عاود نخدم، عاود نبدا من جديد، ما كاين مشكل. شكرا. شكرا لك.